السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لكل الناس اشتركت عندي، متشكرة جدا جدا ليكم. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم وربنا يوفقنا جميعا يا حبايب قلبي، ويجعلها سنة حلوة عليكم وعلى حبايبكم يا رب. يسعد ايامكم ويفرح قلبكم زي ما بتفرحوني. متشكرة جدا جدا ليكوا، جامد قوي قوي قوي. اشكركم جزيلا والله، جزيلا الشكر يا رب. يا رب تقبل مني دعوتي ليكوا كلكم كلكم، كل اللي بيشوفني وكل اللي بيتفرج على الفيديو ربنا يكرمه. ولاد عمتي ربنا يكرمهم، ام مصطفى وام محمود ربنا يخليهم ليا، اخواتي الكبار حبايب قلبي. دول مش ولاد عمتي، دول اخواتي بناتي. بنتي حبيبتي ام بسمله، مرات ابني ام خديجه، ابني ولادي الصبيان ربنا يبارك فيهم ويخليهم يا رب ويبارك في عمرهم، ويخلي لي حفيدتي بسمله وحفيدتي خديجه، الاتنين حبايب قلبي. ربنا يخليكم يا حبايب قلبي يا رب. النهارده هنعمل كفته الجمبري. انا وريتها لكم قبل كده معموله، النهارده هعملها لكم من الالف للياء. عندي كيلو جمبري او اكتر، متقشر ومغسول وزي الفل ومفتوح ظهره ومتشال السلسله من ورا. عندي كوبايه دقيق رز، دي بتتجاب من السوبر ماركت، اسمه دقيق رز. بتجاب الكيس كده على بعضه اهو، ده اسمه دقيق رز. ماشي. مش عايزه تجيبيه اطحني نص كوبايه، نص كوبايه هتعمل لك كوبايه مطحونه على المطحنه. عندي كوبايه دقيق رز، عندي 2 كزبره خضراء وواحده شبت متخرطين صغير، وعندي بصلتين كده وسط مفرومين، وعندي معلقه ثوم مفرومه. ماشي، دي المكونات. عندي بقى البهارات، معلقه كمون كبيره، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح كبيره، معلقه كزبره كبيره مليانه هرميه. ماشي حبايبي. هنعمل ايه؟ هنحط كده اللهم صل على النبي، البصل والكزبره والثوم، وهنحط شويه جمبري اهو. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين كده. وهنفرم في المفرمه نص كوبايه الدقيق، هنعمله على مرتين. ماشي. ممكن نحط برضو نص البهارات، قلبتها على بعضها اهي اهي يا حبايبي. وبعدين كله هيتخلط مع بعضه، مفيش مشكله اهو. يعني كله هتعجنيه مع بعضه وتروحي فرماه في المفرمه. ماشي. زي ما انت شايفه كده، بعمل كل حاجه قدامك عشان تشوفي اهو. ماشي يا حبايبي اهو، اتفرم اهو بقى زي الفل. هفضيه وافرم الباقي وارجع لكم. بصوا حبايبي، فرمناها كلها اهي وقلبناها، وحطيت عليها معلقه زيت من فوق عشان اعرف اصبعها. صبعيها زي ما انت عايزه تعمليها كور اعمليها، عايزه تعمليها صوابع زي ما انا هعملها اعمليها اهي. وبعدين هقليها في الزيت، انا معلقه على الزيت اهو. ماشي، مفيش اسهل من كده. عايزه تعمليها كور اعمليها اهي. ماشي، هصبعها وارجع لكم. صبعنا شويه اهو زي ما انتم شايفين كده، ولسه الباقي. هنقلي بقى اللي احنا صبعناه ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت سخن اهو ما شاء الله اهو. حمرها وبعدين هنعمل لها صلصه. مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي، الشبت والكزبره مخلين ريحتها روعه اهو. وما تكتروش الرز عشان ما تحسوش ان انتوا بتاكلوا رز مش جمبري، مش كفته جمبري. اهم حاجه ما تكتروش الرز. هاتي الجمبري الصغير قوي ده، حلو برضو يماشي الحال تعمليه، لان كله بتفرميه اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ايه رايك يا ام عبد المجيد يا حبيبه قلبي؟ ام عبد المجيد دي صديقتي من السعوديه، حبيبه قلبي، بعزها جدا 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 اهو. ماشي. دي تحفه لما بتتحط بقى في الطماطم يا على الجمال، وجنبها شويه رز ابيض. مش قادره اوصف لكم الجمال بيبقى عامل ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده. هنكمل بقى الكميه وارجع لكم، يعني هحمرها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بصوا يا حبايبي، اللون ده حلو قوي. وهنا خرطت بصلايه كبيره شويه وسط كده اهي، خرطتها على ايديا بلدي. انت عايزه تفرميها
في الكبه افرميها، عايزه تعمليها بالمبشره اعمليها. وهنزل عليها بمعلقتين 3 زيت كده وهنحمرها عشان نعمل التسبيكه تحت الكفته. ماشي. وعندي شفشق طماطم اهو، نص شفشق عاملاه، واحط معلقتين صلصه. ماشي حبايبي، كل حاجه قدامكم اهي فله. تسلم ايدك يا ام يوسف. بصوا حبايب قلبي كده البصله احمرت اهي. هنحط بقى ايه نص معلقه ثوم مفروم مع البصل، وبعدين هنصفي الطماطم فوق البصل تتسبك، ونروح حاطين فيها ايه كفته الجمبري. ما شاء الله ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه، الريحه خيال خيال يا حبايب قلبي. ماشي. هنصفي الطماطم وارجع لكم. كده التسبيكه اتسبكت اهي، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده تحفه. حطيت لها معلقه صلصه. هننزل بقى بالكفته اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هتاخد غلوه يعني 10 دقايق كده تغلي مع الطماطم، وندفع عليها وبألف هنا وشفا. جنب شويه رز، روعه روعه خيال، وبألف هنا وشفا. احلى كفته جمبري عند ام يوسف حبايب قلبي ونور عيني من جوه اهو. ماشي حبايبي. هنحط لها كوبايه ميه لسه تاني، بس هحط لها كوبايه ميه بتغلي. ماشي حبايبي. بصوا حبايبي كده خلاص الكفته ما شاء الله غليت 10 دقايق اهي. انا ما بخليش الصلصه كتير قوي فيها الطماطم، يا دوبك كده زي ما انتم شايفين. تحفه، اللون الخيال، الريحه تحفه تحفه تحفه، طعمها جميل قوي. جربوا الوصفه دي تعجبكم. جنب شويه رز، جنب شويه مكرونه مسلوقين لو انتوا عايزين مكرونه. زي ما انتم شايفين كده تحفه ما شاء الله اهي. والصلصه جميله بصوا تحفه، بصوا ما شاء الله منفوخه كده وحلوه، وريحتها تحفه تحفه تحفه. بألف هنا وشفا. شايفين الصوص لونه تحفه ازاي؟ بصوا اعملوها وجربوها، تغيير في الاكل. اعملوها جنب اكله سمك، اعملوها لوحدها جنب شويه رز ابيض. انا عامله رز ابيض بصراحه. اعملوها جنب شويه مكرونه مسلوقين بيض برضو، تاخدي منها وتحطي على المكرونه بيبقى طعمها تحفه. جنبها شويه سلطه خضراء بتبقى الطعم خيال. جربي وقولي لي في التعليقات ايه رايك في كفته الجمبري على طريقه ام يوسف. ما شاء الله كل ما هو جديد بقدمه لكم حاجات حلوه ورائعه وسهله، يعني ما بصعبلكوش الدنيا، كل حاجه سهله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. اتمنى لكم كل خير، سنه سعيده عليكم يا حبايب قلبي. شكرا على تعليقاتكم الجميله، وشكرا على يعني متابعتكم ليا. متشكره جدا ليكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.